السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واتمنى دايما ان انتوا تبقوا بخير. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو انتوا اول مرة تشوفوني دي قناة ام عمر، واتمنى منكم طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. بسم الله ما شاء الله. انا عاوزة اقول لكم يا جماعة اللي احنا جالنا رزق كده من حيث ايه لا نحتسب. طبعا كلنا لنا بطايق في التموين، فطبعا كل واحده الشهر ده والشهر اللي فات جه على البطاقه بتاعها 400 جنيه. ال 400 جنيه دول مش هيجوا كده اونطه، لا، زي ما بيجي لنا حاجات نوفر قصادها حاجات. يعني طبعا احنا كده كده بيجي لنا التموين، والتموين مش بيقضينا في حاجه. يعني التموين يعني ازازتين مش بيقضوا اسبوع على بعض، فاكيد بنشتري. فالحاجه ديت جات لنا كده، ما كانش طبعا معمول حساب. فاللي كنا هنشتريه ماشي نشتريه زي ما احنا، او نشتريه بقى من ايه، من الحاجات دي. يعني بدال ما تجيبي من بره ب 400 جنيه حاجات، لا، معانا 400 جنيه كده على جنب يبقى حق الحاجه دي. انا وجوزي طبعا قبض، فانا هعمل ايه؟ ال 400 جنيه اللي هي ثمن الحاجات دي انا هاخدها كده على جنب عندي. الشهر اللي فات طبعا كان 400 جنيه عنده، اصبح معايا كام؟ 800 جنيه. لما يبقى معايا 800 جنيه يا صلاة النبي، في احسن من كده؟ عقبال كل شهر يا رب. طبعا لو انت كمان وفرت عليه 5 من هنا، 10 من هنا، 20 من هنا، وكملت 200 جنيه يبقى كده 1000 جنيه معاكي. هينفعوكي بقى في اي ظروف، هينفعوكي 400 على 400 على 20 على 50، هينفعوكي. تعرفي ان انت ممكن تلبسي ده بسبب توفيرك ده؟ اه والله العظيم يا ستي. خليكي مش هتعرفي تجيبي ده، على الاقل هيبقى قرش متوفر في ايدك لاي ظروف، لدخول مدرسه، لمصيف هتطلعيه، لاي مشوار هتروحيه، لاي ظروف. كلنا معرضين للظروف. فانا عملت ايه؟ انا واحده من الناس استنيت لما جوزي قبض، واول ما قبض خدت 400 جنيه عنده. طبعا عشان اقول لك هاتي عيني قبل ما تستخدمي الحاجه وانت اصلا ما فيش دخل مش هتعرفي. فانت اعملي كده، لما اول ما جوزك يقبض عين ال 400 جنيه، او يا ستي مثلا انت محتاجه ازازه زيت. ازازه الزيت دلوقتي بقت ب 65 جنيه. كل ما تحتاجي ازازه زيت تعين ال 65 جنيه على جنب. كل ما تحتاجي كيس سكر عين ال 30 جنيه على جنب. كل ما تحتاجي كيس اريال عين 5 جنيه على جنب. خلي له حصاله، فاهمه؟ خلي له حصاله لوحده. انا عاوزه اقول لكم ان انا خدت من الحاجات دي، يعني كان في شاي، وكان في بسكوت كمان، وخدنا منه كيس اريال، وخدنا منه كيس سكر. فانا طبعا حاطه الموضوع في دماغي. انا قلت اول ما جوزي يقبض ان شاء الله اللي انا هعمل كده، اللي حق كيس السكر هعينه، حق ازازه الزيت هعينه، حق ده هعينه. فانا علشان ساعات انا ما بعرفش ان انا اعين الخمسه او العشره، لان برضو انا ورايا مسؤوليات ورايا التزامات. وقلت لا، انا هعتبر ان انا نزلت السوبر ماركت او الدكان، جبت الحاجات دي كده على بعضها ب 400 جنيه. طبعا السوبر ماركت الدكان هتجيبي منه هتحاسبه ساعتها. فانا اعتبرت نفسي ان انا نزلت جبت الحاجات دي وحسبت 400 جنيه. فال 400 جنيه دول ما لهمش دعوه بايه بمصاريف البيت. وطبعا كان في 400 جنيه قبل كده انا برضو كنت عيناهم، ولما احتاجتهم صرفتهم برضو، دخلتهم برضو في حاجات كده في البيت. بس انا عايزه اقول لك ان القرش الابيض ينفع في اليوم مثلا، والله العظيم. انا واحده من الناس ساعات ما كنتش بعرف اوفر خالص، بس طالما جات لي حاجات زي دي، وطالما الحاجه ديت عارفه اللي هي تتشرى بفلوس، يعني الفلوس مقدمه. انا لو قلت ايه خلاص انا هسحب منها ولما ربنا يفرجها عين، يبقى مش هتعرفي. انتوا قدامك حاجه من الاثنين، يا اما تعينيهم مجمدين كده زي ما انا قلت لك، يا اما وقت ما تعوزي ازازه الزيت تحطي بدلها 65 جنيه، وقت ما تعوزي كيس السكر تحطي بداله 30 جنيه، وقت ما تعوزي معرفش كيس بريل او كيس اريال يعني ال 5 جنيه يعني ال 10 جنيه لحد البسكوت. يعني البسكوت ده جاي لنا برضه مع التموين. انا عاوزه اقول لك بدل ما تدي لعيالك 5 و10 يقعدوا يجيبوا اندومي وقرف، لا، ادوهم باكل بسكوت يفطروا بيه. عاوزين يحلوا بقهم، اعملوا لهم كوبايه شاي على لبن من عندك، او كوبايه حلب، ابسط حاجه يغمسوا بها باكل بسكوت، احسن من انك تدوهم ال5 جنيه او ال10 جنيه يروحوا يجيبوا اندومي ويجيبوا حاجات مضره ملهاش اي طعم. يعني انا عن نفسي الفتره ديت انا بعمل معاهم كده.
طبعا هم كده كده لهم مصروف 5 جنيه في اليوم، هم ما لهمش دعوه باي ظروف ولا لهم دعوه باي حاجه، لان في الاول وفي الاخر الاطفال يعني ملهاش دعوه بظروف بيتك بكده، ولا لسه فاهمين دنيا ولا لسه عارفين ظروف، ولا احنا هنشيلهم مسؤوليه ولا هنشيلهم هم من دلوقتي. فطبعا انا بتفق معاهم بالراحه، يعني لان في عيال مخها ناشف، في اطفال مخها ناشف، يقولك لا احنا عاوزين مصروفنا ودي حاجه جايه من بره وما اعرفش ايه. فانا بتفاهم معاهم وبتكلم معاهم، اللي ده بفلوس واللي بره بفلوس، فلو عاوزين من ده يبقى مش هتاخدوا المصروف. مش عاوزين من ده، خد يا ست ال5 جنيه بتاعتك، بس لو جبت اندومي او جبت حاجه وحشه انا مش على مزاجي انا هرميه. فبسم الله ما شاء الله دي حاجه ما كانش معمول حسابها، ما شاء الله ما شاء الله خير في بيتنا. فانا دلوقتي هعتبر نفسي، يعني انا اصلا بطبيعتي لما ابو عمر بيقبض انا بنزل اي دكان جمله. يعني انا بحب اروح الدكان الجمله ليه؟ لان مثلا الحاجه لو في الدكان جنبي ب35، في دكان الجمله ب30، اصبح اللي انا وفرت، وانا اولى بال5 جنيه ديت هديها مثلا مصروف للعيله. ازازه الزيت لو في الدكان جنبي هنا ب70، لا في دكان الجمله ب65، برضه انا كده وفرت. من ناحيه انا وفرت، ومن ناحيه ايه جبت خزين الشهر في بيتي. فانا هعتبر نفسي اللي انا نزلت دكان الجمله وجبت الحاجات دي. بسم الله ما شاء الله، ادي كيسين سكر، 5 اكياس سكر، وكم زيت، ادي 1 2 3 4 5 6 ماشي. وطبعا كان في علبتين بسكوت. انا عاوزه اقول لكم العيال ما شاء الله يعني قعدوا كل يوم برضو يستلوا كده زي ما انا فاهماكم، دي تاخد باكو ودي تاخد باكو، مش هناخد مصروف النهارده بس ادينا بسكوت تمام ماشي. طبعا ده بريل، محدش فينا بيستغنى عن البريل، انا لسه ما خدتش منه. 1 2 3 4. انا بقى يعني الصراحه انا مش عارفه هم حاسبينها ازاي، بس حتى لو اغلى، حتى لو الحاجه يعني مثلا ده يعمل له 5 جنيه الكيس، حتى لو هو اغلى من ال5 جنيه، انا زي ما قلت لكم كده انا عملت عملت 400 جنيه مجمدين. فحتى انت لو ما عرفتيش تدربي الحاجه اعملي حسابك في 400 جنيه، كتير شويه عينهم على جنب. ولو عرفت انك تزودي على 400 جنيه يبقى خير وبركه. اه والله العظيم. فابسط حاجه يعني مثلا احنا دلوقتي داخلين على مدارس، دول هيعوزوا لبس مدارس وهيعوزوا شنط وهيعوزوا كوتشيات وهيعوزوا تقديم وهيعوزوا حاجات، لان احنا هننقلهم من مدرسه البلد للمدرسه هنا. فطبعا دي كلها مصاريف ودي كلها ضغوطات علينا. فطبعا انا هعمل ايه؟ هعمل القرش ده، مش هقول لكم اروح اجيب سبيكه ذهب وجرام ذهب واجيب دلايات والحاجات اللي احنا بنسمعها في الفيديوهات التانيه دي. لو بامكانك ان انت تعميهم وتجيش يمهم وتعملي كده يبقى يا ريت والله خير وبركه. ما قدرتيش وعندك ظروف زي ظروفي كده وهتنقلي مثلا من مكان لمكان، هتنقلي عيالك من مدرسه لمدرسه، هتشتري لبس مدرسه معرفش ايه، اعملي زي ما بقولك كده. انا هعين 400 في 400 في 100 في 50 لحد ما اجمع مبلغ وهيبقى معايا قرش هينفعني بقى ايه في موضوع النقلان ده، لان برضو مش بيستاهل. كل خطوه بقت عايزه فلوس، كل خطوه بنمشيها كده بقت عايزه فلوس، بتركبي مواصلات، بتقطعي دماغات، بتخلصي ورق بفلوس، كل حاجه كل حاجه في حياتنا بقت فلوس. والحاجه ام 5 بقت ب10، ام 5 بقت ب10. ومعلش يعني انتوا جوزك شغال وبيقبض اخر الشهر، قبضه كام يعني قبضه هيجيب ايه ولا ايه ولا هيوفر ايه ولا ايه؟ الواحده مننا ام الله يرحمها كانت تقول الراجل بحر والست قنايه كده بتلم حواليه. انا كده انا بلم حوالين جوزي، لان انا عارفه هو مثلا يعني احنا الاثنين الحمد لله عايشين مع بعض بما يرضي الله. انا عارفه هو بيقبض كام وعارفه الفلوس بتروح فين وبتيجي منين. فانا مش هشيله ازيد من همه، خصوصا اللي هو الله يعينه شغال شغلانتين. انا مش هشيله اكتر من همه. انا عارفه كل واحده فينا عارفه شمس بيتها بتطلع منين، فكل واحده تمشي حسب ظروفها وظروف جوزها. انا واحده عارفه دنيا جوزي وعارفه ظروف جوزي، فانا ماشي على حسب الظروف. لان انا لو ما عملتش كده هنيجي فجاه بقى نتزنق في ايه؟ في النقلان، في المصاريف، في لبس المدرسه، في معرفش ايه. فحرام، ربنا بيقول لك ارحم ترحم. فالرحمه ديت يعني ربنا خلق ما بين الراجل ومراته موده ورحمه مذكوره في القران، احنا ما جبناش حاجه من عندنا. وبعدين الواحده بتكمل جوزها،
يعني مش الدنيا ما اتخلقتش كده يعني. امنا حواء اتخلقت من ضلع اعوج من سيدنا ادم. فالواحده معنى كده ان الواحده بتكمل جوزها. فاي واحده فينا لازم تشيل جوزها في ظروف. جوزك نجار، سباك، سواق، موظف، عامل، ايا كان، لازم تشيلي جوزك، لازم تحافظي على جوزك، لازم تلمي عليه، لازم توفري له. دي مش عيب يعني. انا بشوف حريم كتير عايشه ومش في دماغها ولا عامله حساب لبكره ولا عامله حساب لعيالها. على فكره والله يا جماعه ده غلط. يعني انا واحده، انا لما جيت اتجوز ابو عمر طبعا ما كانش عاوزني ان انا اشتغل، كان جاي لي وظيفه في الشركه ما وافقش ان انا اشتغل بها. فالمهم حصل نصيب واتجوزنا، وما حصلش نصيب وما رحتش وما رحتش الشركه. يعني انا زمايلي دفعتي اللي كانت داخله كانوا كلهم داخلين موظفين. فالمهم انا اتجوزت بقى، ولا اتوظفت ولا اشتغلت ولا اي حاجه. الدنيا لفت ودارت وبرضه نزلت اشتغلت. لان الظروف بتتغير، الظروف بتتغير. انا لما اكون عارفه جوزي داخل له كام وبيدفع اقساط كام وعليه كام وده كام، ويا دوبك اللي جه على قد اللي رايح، وساعات ما بيكملش كمان، وانا ما اتعاونش معاه، يبقى انا كده معلش ما عنديش دم. لازم أن الواحده تتعاون مع جوزها، مش عيب، والله ما عيب. يعني مش معاكي ابسط حاجه، مش معاكي جوزك مش موفر لك، اطلعي اشتغلي، هاتي شغل في بيتك واشتغلي. شغل ايه اللي في البيت ده يا ام عمر؟ هقول لكم في شغل فستانه، في شغل طرح. يعني انا واحده من الناس، انا كنت جايبه مكنه وكنت شغاله عليها طرح زي دي كده. يعني انا كنت بسفل الطرح دي. لما جيت مثلا تعبت من ظهري والوجع نزل على وركي، طلعت اشتغلت عشان كتر القعده كان ايه، تعب ظهري وتعب وركي. فطبعا طلعت اشتغلت. فطبعا لما جبت سما وساره الدنيا اتلخبطت شويه، قعدت اشتغل، وامي كانت موجوده وعايشه الله يرحمها لما ماتت. طبعا ما عرفتش اشتغل فقعدت. جيت بعد كده لما شدوا حيلهم شويه وبقت سلمى بنتي الكبيره تاخد بالها منهم، طلعت اشتغلت. بعد كده سلمى بقى وراها مدرسه ودروس وما اعرفش ايه، وجينا نقلنا هنا والدنيا الظروف اتغيرت معانا، وانا ولادي هنا مش عارفين اي حاجه في اي حاجه. قعدت. فالدنيا مش على حال واحد، الدنيا مش على حال واحد. اعملي حساب بكره. يعني يقول لك اصرف ما في الجيب يعطيك ما في الغيب. لا غلط. هو ربنا بيرزق وبيعطي وكل حاجه، بس برضه لازم نعمل حساب لبكره. مش هصرف ما في الجيب وتاني يوم امد ايدي، مش عيب؟ لا يا جماعه ما ينفعش. لا عيب اللي احنا نمد ايدينا. معلش اللي هيديكي مره مش هيديكي تاني. كتر خير اي حد يقف جنبك في اي ظروف، بس مش هيديكي تاني. لان اللي بيديكي ده هيجوله برضه ظروف، هيجوله ظروف تعب، هيجوله ظروف عاوز يطلع بالفلوس اللي معاه حاج، يعمل عمره، هيجوز بنته، هيجوز ابنه. يعني مش هيديك على طول. واللي ما بيديكيش مش هتروحي بقى تجمدي عينك وتقولوا له لا هاتلي، لان اصلا هو ما بيحسش بيك ولا بيحس باللي حواليه. فعلى انك تقولوا اديني هتبقى حاجه صعبه، وهتبقى حاجه وحشه ليك ولعيالك ولجوزك. فزي ما بقولك كده والله، انتي اي قرش يتوفر معاكي 5 10 عينيهم على جنب، عينيهم على جنب. روحي دكان الجمله هاتي في اول ما تقبضي، هاتي. لو جوزك يا ست ارزقي وبيشتغل على باب الله عادي ما فيهاش مشكله. النهارده معاه بكره ما معهوش، اليوم اللي معاه انزلي هاتي. ما تجيبيش كميه، هاتي نص الكميه. يعني مثلا بدل ما تجيبي 2 3 كيلو مكرونه للشهر، لا كفايه 2 كيلو، كفايه كيلو، ولما ربنا يرزقه تجيبي تاني. لو مثلا ما بتعرفيش تخزني رز، هاتي 5 كيلو، هاتي 2. بصي يعني ربنا ما بينساش حاجه، هي بتتدبر وبتعدي. والله العظيم يا ولاد بتعدي. لو مثلا انتوا 6 افراد وبتجيبي كيلو مكرونه، هاتي كيلو الا ربع. ليه؟ لان المكرونه كده كده ما شاء الله بتزيد وبتنفش وبتاكلي وبتشبعي وبتتبقى منها كمان. فبدل ما يتبقى، بدل ما يتبقى وترميه، بدل ما يتبقى وترميه، لا هاتي كيلو الا ربع على قد الطاقه، على قد الطاقه. بنتك لو جاعت، ابنك لو جاع، سندوتش جبنه وهيئه الغرض. وانت برضو انت ودنيتي. يعني انا ساعات برضو اعمل كيلو المكرونه اقول ايه يبقى غدا وعشاء، عشان ما اجيبش حاجه تانية في العشاء. ومثلا ربع كيلو اللي هزوده، بدل ما اشتري بيع علبه جبنه، لا يبقى في المكرونه وطقه واحده. فكل واحد عارف شمس بيته بتطلع منين. في اللي بيتعشى بنفس اكل الغدا، وفي اللي بيشتري اكل تاني للعشاء. فمثلا لو انت غدا بس، بدل ما تجيبي كيلو مكرونه، هاتي كيلو الا ربع.
انا يوم زي النهارده انا ما شاء الله عامله الكشري المصري، ما شاء الله ما شاء الله نفعنا غدا وعشاء، لان انا عارفه ان ولادي بيحبوا الكشري المصري، لو كلوا منه طقه اتنين تلاته هم ما بيزهقوش، ولو حاجه باتت بياكلوها. فطبعا انا مزوده، يعني سامي بتاكل دلوقتي اهي، انا مزوده وما شاء الله. يعني اتكلف كام يعني؟ معلش اقل يوم دلوقتي يعني لو بتعملي مكرونه وبيض هتتكلفي ال 100 جنيه. فانا عملته الصراحه ما كلفنيش حاجه، لان انا كان عندي برضو شعريه من التموين اللي فات، وكان عندي عدس برضو، عدس بجبه، وانا كده كده بخزن الرز. انا يا دوبك جبت كيلو المكرونه، جبت كيلو مكرونه، وكان عندي الصلصه الطماطم اللي انا كنت موريها لكم قبل كده. فحاجتك في البيت تعتبر متحوشه، فلما تيجي تعملي عيني بقى الفلوس قصاد الحاجه اللي انت هتعمليها. هيصبح معاكي بدل ال 400 800، بدل ال 800 1200، وهكذا. فانا بكلمكم والله يا جماعه الكلام ده انا اتحطيت فيه. يعني انا كان بيجي عليا الظروف، انا ما معيش ان انا ادي العيال 5 جنيه يجيبوا حاجه من الدكان، بأمانة الله والله. فاتعلمت، الأم الله يرحمها برضو كانت بتعمل كده. يعني احنا اتعلمنا من الأكبر مننا، ومش عيب لما نعرف بعض أو نعلم بعض. يعني لو انت مثلا عندك حاجة ممكن تكتبها لي في التعليقات، جايز انا مش واخدة بالي منها. انا أم الله يرحمها كانت ازازة ديت لما تفضى ما كانتش ترميها، كانت تعينها وبعدين تجمعها في شكارة كبيرة وتدعها لبتاع الربابيكي. تقول القرش اللي يبقى في جيبي احسن ما يترمى على الارض. انا دلوقتي بقيت بعمل كده، كرتونه زي ديت مثلا فضت ما برميهاش، الكراتين برضو بتتباع، يعني بجمع الازاز دي لوحدها والكراتين لوحدها، بقيت ببيع، بيجي لي منها 20 30 50 حسب الكميه اللي انت هتبيعيها. ال50 اللي هتجيلك من الكراتين وشويه الكراكيب دول لما تعينيهم على ال 800 جنيه اللي معاكي بتوع المره دي والمره اللي فاتت هيصبح 850. هتبيعي حاجة تانية هيصبح مثلا عندك شوية عيش ناشفين هتبيعيهم برضو على حسب ما بيتوزنوا الكيلو من 10 11 12. يعني كل مكان طبعا بيبيعوا بسعر مختلف، هيتباعوا بكام؟ ب50 جنيه، ب60 جنيه، ب80 جنيه، على حسب الكمية اللي انت هتبيعيها. اصبح ايه؟ 900 جنيه، اصبح مثلا 950. يعني خلاص انت قفلت ال1000 جنيه. انت بتعملي اعادة تدوير للحاجة اللي عندك، ما ترميش حاجة. ده زمن ما عادش ينفع يترمى فيه حاجة، ده زمن ما عادش ينفع فيه الاستهتار. يعني انا والله العظيم ساعات بيجي عليا ايام ببقى مخنوقة من قلة القرش. مش هقول لكم يعني ده انا معايا على طول، لا انا مش معايا على طول، انا زي اي واحده ست مصريه. جوزها شغال برضو على قده، والقرش اللي جاي رايح بيندفع دروس، بيندفع مواصلات، بيندفع فواتير بقى غاز كهرباء نت معرفش ايه، حاجات من دي. يعني في حاجات انت ما بتستغنيش عنها. انا جوزي لما بيقبض اول حاجه بعملها بطلع فلوس الكهرباء، وبعدين فلوس الميه، وفلوس الباقة، وفلوس الدروس. يعني اهم حاجة الحاجات اللي بتطلع عارفة اللي انا هطلعها، واللي يتبقى معايا امشي بيه على قدي. عندي 400 جنيه منهم للحاجات ديت، اصبح معايا كذا همشي بهم على قدي. بدل ما اجيب كيلو ونص سمك اجيب كيلو وربع، بدل ما اجيب 2 كيلو اجيب كيلو ونص، على حسب. ويا ستي خليكي بالفرد، لو جبت 2 كيلو مثلا بقى عندك سمكتين في الفريزر هينفعوا المرة الجاية، مفيش حاجة بخسارة. فالفكرة اللي انتي توفري على قد ما تقدري. والله العظيم هيجيلك ظروف هتقول يا ريتني يا ريتني كنت سمعت كلام ام عمر، ويا ريتني حوشت من زمان. انا كنت مع اختي امبارح، ربنا يبارك لها يا رب بنتها، هي بتجهز بنتها. انا لما دخلت المحل انا حسيت ان انا في غفله، والله العظيم انا حسيت ان انا في غفله. يعني كل حاجه الادوات الكهربائيه اقل حاجه طبعا، ومش هتجيبها لبنتك كمان بال20,000 وانت طالعه. طب معلش العشرينات ديت احنا هنجيبها منين؟ يعني احنا ساعات ما بتوفرش معانا ال20 جنيه، هيبقى معانا 20,000 تلاجة، 20,000 غسالة، ده الحاجات معدية. يعني هي كمان الحاجة الوسط 25، النظيفة مثلا 30. كل حاجة على حسب الجودة بتاعها، على حسب اسم الشركة، على حسب كده.
فانا حسيت ان انا في غفله. انا ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك، انا معايا 3 بنات ومعايا ولد، وطبعا كل بنت لها حق برضه عندنا، لها حق جوازتها. فطبعا الواحد لما دخلت المكان وشفت الاسعار اتصدمت وبقيت مذهول. قلت ما شاء الله يعني، والايام بتجري. يعني انا سلمى بنتي دلوقتي هي في تانية اعدادي، هتدخل تالتة اعدادي، ما فيش 3 4 سنين 5 سنين وهيجي لها نصيبها باذن الله وهتروح لحل. هيبقى مطلوب مننا يجي مليون جنيه. جواز البنت دلوقتي بقى بيتكلف شيء وشويات يا جماعه. فلازما اللي احنا نعمل حسابنا، لازما اللي احنا نعمل حسابنا. ما ينفعش نقعد نصرف ده وده وفي الاخر نيجي ما نلاقيش. انا واحده اول ما اتجوزت يعني كنت في الاول قاعده في بيت العيله، بعد كده قعدت لوحدي. طبعا اتفاجئت اللي احنا علينا اقساط وديون وده وده، مع ان احنا قعدنا فتره اصلا في بيت العيله، وكان جوزي بيدي الفلوس لابوها الله يرحمه على اساس اللي هو بيسدد الفلوس اللي عليه. اتفاجئنا بعد ما قعدنا للفلوس علينا زي ما هي بالفوائد بتاعتها. من هنا اصلا انا اتعلمت ازاي اوفر. يعني انا اتعلمت ازاي اللي في قبض جوزي كذا هطلع منه الفلوس اللي علينا كذا، هيتبقى كذا. انا بمشي على قد اللي بيتبقى، لازم كنت اطلع اللي علينا الاول. اتفاجئت بقى اللي احنا علينا اقساط، اتفاجئت اللي احنا طبعا كهرباء بندفعها، ميه بندفعها، مصاريف بتتصرف، معايا اطفال، عاوزه لبن صناعي، عاوزه بامبرز. يعني كانت الحياه ضغطانه جامد. فتعلمت من هنا ان انا اوفر، وكنت بطلع اشتغل وكانت ايدي بايد جوزي علشان خاطر برضو ايه اللي ما يحسش اللي ناقصنا حاجه ولا يحس ان احنا مقصرين مع عيالنا في حاجه. فالظروف بتتغير يا جماعه، لازم تعملوا حسابكم. ولما خلصت الاقساط اللي عليا دخلت جمعيه. يعني قلت ايه، انا هعتبر نفسي اللي انا لسه بقسط الفلوس اللي عليا. فدي كانت اول جمعيه كنت اعملها في حياتي. فجمعيه ورا جمعيه ورا جمعيه ربنا كرمنا وبقى معانا قرش في ايدينا وعرفنا نشتري حته ارض. طبعا ما عرفناش نبنيها بعد كده، لان برضو جت ظروف اتغيرت وجبت ذهب وبعد ذهب. اللي كنت طبعا البنت اللي تتولد كنت اجيب لها حل. طبعا اشتريت وبعت وظروف جات ومعرفش ايه. فالحمد لله الحمد لله الدنيا مش على حال واحد. دلوقتي انا جايه لكم بقى من بعد كل اللي حصل لي ده وبقول لكم وفري جنيه 5 جنيه 10 جنيه. حق ازازه زيت عينيها اعتبري نفسك نازله تشتريها من الدكان. حق كيس سكر عينيه اعتبري نفسك نازله تشتريه من الدكان. اعملي زي ما بقول لك كده والله العظيم ربنا هيرضيكي وهتكسبي سواء في نفسك وفي عيالك اللي ورا منك. بعد كده لما عيالك يطلبوا حاجه ويبقى معاكي احسن ما تقولوا ما انا ما معيش. انت بتحرجي نفسك وبتحرجي عيالك، يبقى حرق الدم ليك وحرق الدم لعيالك. وانت ذات نفسك مش عاوزه عيالك يمشوا اقل من حاجه. فزي ما بقول لك كده وفري ودبري هتكسبي باذن الله. هتكسبي الخير كله. ولو انت معاكي بنات ربنا يرزقك برزقهم، لو انت معاكي ولاد ربنا يعينك عليهم، لو انت ما معاكيش ربنا يا رب يرزقك بالخلف الصالح بالبنات وبالصبيان، وربنا يوسع عليكم ويرضيكم من حيث لا تحتسبوا اجر يا كريم. انا كل اللي طالباه منكم ان انتوا تعملوا لي اشتراك ولايك للقناه وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على كلمه الكل عشان تتابعوا الفيديوهات اللي تنزل اول باول ويوصلكم كل جديد. واتمنى تكون دخلتكم عليا كده في قناتي وفي بيتي دخلت خير، واتمنى ان انا اكون افدتكم بحاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.